السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله يا رب يكون أحبابنا وأصدقائنا في جميع البلدان في خير وفي نعمة. اللهم آمين يا رب العالمين. الله يبارك في الأصدقاء. إن شاء الله هتكلم في بعض النصائح تخص التغذية السكرية والأخطاء اللي ربما تكون أخطاء كارثية من الأخ النحال مع التغذية. أتمنى خلال ال10 دقائق ديت الأخ يستمع للحديث اللي أنا أتكلمه ده بعين الاعتبار. طبعا النهارده الله يبارك في الجميع تقريبا 20 من شهر رمضان المبارك. نسأل الله يا رب يكون رمضان مبارك ويتقبل فيه الطاعات، اللهم امين. طبعا احنا في شهر رمضان لسنة 1447، طبعا 2026. اولا الله يبارك في الاصدقاء، معدل التغذية السكرية من السكر والمية ده مهم. الامر الاخر كميات التغذية اللي الأخ بيحطها للخلية مهم. بمعنى لو التغذية أزيد من اللازم هتضر الخلية بتاعتك وهتأثر على عملية التجيش. لو كمية التغذية أقل نفس الأمر هتؤثر وتخلي الخلايا جوعانة، وكذلك تؤثر على التجيش. لو السكر عالي، لو تركيز السكر عالي، للأسف النحل هيعسل، يعني هيخزن تخازين من المحلول السكري. طيب سريعا، تكلمنا أكثر من مرة على المعدلات ونذكرها سريعا. درجة حرارة أقل من 18 درجة مئوية أثناء النهار، خلي بالكم حديثنا كله أثناء النهار، اللي هو يبتدي من الساعة 9 الصباح لحد تقريبا المغرب. ده اللي احنا بنتكلم فيه، ده التوقيت اللي بنتكلم فيه. أقل من 18 درجة الأخ النحال هيقدم عجينة سكرية. أتوقع الأجواء في معظم البلدان حاليا تسمح بالتغذية السكرية. طيب من 19 درجة 20 درجة لحد نقدر نقول ال 22 23 درجة، أعطي واحد سكر إلى واحد مية. المقصود بواحد سكر إلى واحد مية إن أنا كمية المية تعادل السكر، أو خلينا نقول كيلو سكر مقابل 1 لتر من المية. ده المقصود بواحد إلى واحد. طيب درجة الحرارة عند الأخ النحال تصل إلى ال 25 درجة مئوية، 26 درجة مئوية. لا، في الحالة ديت الأخ النحال بيقلل معدل السكر ويزود معدل المية، بمعنى يكون لتر ونص من المية مقابل 1 كيلو سكر. عملنا ايه كده؟ احنا رفعنا معدل تركيز المية أعلى، مع ارتفاع الحرارة ابتدينا نرفع معدل المية أعلى شوية. طيب درجة الحرارة وصلت 27 30 درجة، نفس الفكرة، بأرفع معدل المية بحيث يناسب درجات الحرارة، وبحيث إن النحل لما يجي يسحب التغذية السكرية ما يخزنش التغذية. أرفعه بمعدل كام؟ أرفعه بمعدل 2 لتر مية مقابل 1 كيلو سكر. طب واحد بيستمع لي قال لي أنا عندي درجة الحرارة بتصل إلى 33 درجة و35 درجة مئوية، يزود مية تاني؟ لا، خلاص. آخر شيء هي 2 مية إلى 1 سكر. حتى لو وصلت عندك درجة الحرارة إلى 40 درجة مئوية، لأن تزويد المية أو تخفيف المية هيعمل إجهاد على النحل، تمام، وبالتالي سلبيات وأضرار للخلية إحنا في غنى عنها. ده تركيز السكر والمية. طيب هنيجي لنقطة أخرى مهمة جدا. أنا عندي خلية، فيه البعض بيقدم تغذية داخلية، في البعض بيقدم تغذية خارجية. باختصار العبارة، وهما البلدان اللي فيها تغذية داخلية، أنا بأنصحك أقول لك خليك شغال على التغذية الداخلية حسب النحالين اللي موجودين جنبك، حسب البلد اللي أنت متواجد فيها.
يعني جزائر، تونس، مغرب، سوريا، العراق، مصر، ليبيا، كل ده تغذية داخلية. طب بيستمع ليه أحد من المملكة العربية السعودية، من اليمن، من البحرين، تمام، من سلطنة عمان؟ كل اللي أنا ذكرتهم دول بيغذوا تغذية خارجية. فبالتالي لازم تمشي بناء على البلد اللي انت فيها والنحلية. تغذية خارجية أو داخلية، الغرض منها والهدف منها واحد، وهو تجييش النحل. خليني أذكر مثلا التغذية الداخلية. عندك خلية 5 براويز، لما أجي أغذي كل يوم تغذية داخلية؟ لا. أمال أغذي إيه؟ أغذي يوم واتنين تلاتة لا، يوم واتنين تلات أيام لا. لما أجي أحط مثلا نص لتر تغذية واجلس 3 أيام، هل يكفي الخلية ال5 براويز؟ نعم يكفي. واحد بيستمع لي يقول لي اخويا محمد انا بحط 2 لتر. تمام، انا بكلمكم امور واقعيه صدقا. طب ال 2 لتر دي النحل هيسحبها، سواء جلس يوم اتنين لحد ما سحب ال 2 لتر، النحل هيتفاجئ بايه؟ هيتفاجئ ان هو بيشيل ال5 براويز من الخليه، معظم البراويز متخزنه عسل. انت كده بتجيش نحل؟ ما بتجيش نحل. لا، انت لما هتستمر على كده شهر او 30 يوم او 35 يوم، هتتفاجئ ان الخلايا كلها فيها خزين من العسل الناتج عن التغذية السكرية، وبالتالي محتاج تفرزه، محتاج توسع الملكات وتنضفه. يبقى انت شغال غلط. طب امال الصح ايه؟ تعطي نص لتر كل 3 4 ايام. النحل يسحب التغذية نص لتر، يبتدي كما يقال في المفهوم اللي هو بتاع الاخوة النحالين يرطب البراويز او البونة بتاعته، سواء اجباح بلدية او خلايا حديثة. من ثم النحل يبتدي يسحبها تاني ويغذي اليرقات، الملكة تلاقي أماكن تضع فيها البيض. ده الصح، ده الصح اللي النحال يشتغل بيه. واحد عنده 7 براويز، ممكن تزود شوية عن النص لتر، تضع لتر إلا ربع. مش كل يوم، لا، كل 3 أيام زي ما احنا ذكرنا. واحد عنده خلية 9 براويز، ممكن تحط لتر، نعم، لتر كل 4 أيام، مش كل يوم. خلي بالك، لأن للأسف البعض بيضع بال2 لتر وباللتر كل يوم. انت ما انتش داخل مسابقه مين يخزن عسل تغذيه اكتر. للاسف ممكن تكون مبتدئ، ممكن يكون ما عندكش علم بتربيه النحل، بس انت شغال خطا. طب هنيجي على التغذيه الخارجيه. تغذيه خارجيه على الاغلب بيتم وضع التغذيه الخارجيه يوميا، بسبب معظم النحالين شغالين بالمبدا ده. طيب انا فتحت الخلايا، لقيت ان النحل ابتدى يعسل. معنى ان يعسل يعني المرعى ربما يكون قل شويه، يعني انت نقدر نقول مزود التغذيه للنحل. طب اعمل ايه عشان النحل ما يعسلش؟ ابتدي اقلل شويه التغذيه. مش بقول لك توقف، لان انت صعب تتوقف عن التغذيه الخارجيه يوميا، ولكن تقلل. بمعنى لو انت بتضع 20 لتر تغذيه سكريه، خليهم 15. لو انت بتضع 15 لتر، خليهم 10 لتر. تمام. قيس على هذا المقياس طبعا، اللي بيحط 50 لتر، اللي بيحط 70 لتر، حسب كميه النحل اللي عندك. اتمنى ناخذ الكلام ده بعين الاعتبار. طيب فتحت الخلايا، لقيت الخلايا بمفهوم النحالين منشفه، يعني جوعانه. لا، ازود شويه من معدلات التغذيه، بضع 20 لتر احط 30. يبقى الخليه هي الحكم، وهي عيني، وهي الميزان بتاعي. اتمنى ناخذ الكلام ده بعين الاعتبار. الكلام اللي انا اتكلمه ده صدقا من عين الاعتبار ومن الواقع. انا كنت مع تواصل مع احد الاصدقاء، تفاجأت ان هو بيضع بال2 لتر تغذيه سكريه، ويرجع يقول لك الملكات عندي بتبيض كميات قليله. طب ما هي اكيد لازم تبيض كميات قليله، ما فيش مكان في البراويز ان الملكه تضع بيض. النحل خد العسل كله او التغذيه كلها، المحلول السكري، خزنه. كل ما تديها هيخزن. البرواز الاول اتملى، الثاني اتملى، الثالث اتملى. تمام. بالتالي تفاجأ ان حاليا عنده 3 4 براويز كلهم عسل ناتج عن التغذيه السكريه. كده انت عاوز تجيش؟ عمرك ما هتجيش. يبقى انت شغال كده خطأ من الاخطاء الكارثيه في عمليه تجيش النحل، اعطاء كميات تغذيه سكريه بكميات كبيره. اتمنى ناخذ الكلام ده بعين الاعتبار من احبابنا النحالين. كذلك
المواد اللي بيتم اضافتها على التغذيه السكريه. في مواد بنحطها مع التغذيه الخارجيه، منقوع الشيح، عصير الليمون. تغذيه خارجيه ليه؟ لاني بمعنى اصح مش هيحدث سرقه. تغذيه خارجيه، المواد ديت حتى لو شجعت على السرقه فهي مواد خارج الخلايا مع التغذيه. ولكن لو وضعت الشيح او وضعت الليمون في التغذيه الداخليه، لو خليه ضعيفه ممكن تتعرض للسرقه ويتم الهجوم عليها. طب احط ايه مع التغذيه الداخليه؟ حط اي انواع من الخل في التغذيه الداخليه، خل تفاح، خل العسل، خل توم، اي نوع خل. بمعدل قد ايه؟ بمعدل 50 ملي لكل 1 لتر من التغذيه السكريه. اتمنى ناخذ الكلام ده بعين الاعتبار. اشير لنقطه مهمه كذلك في هذا الفيديو. اللي هيقول لك انا عندي 20 30 لتر من العسل، عسل طبعا ناتج عن التغذيه السكريه، عنده 20 لتر، عنده 30 لتر، عنده نقدر نقول كميه عسل ناتج عن التغذيه، عاوز يستفيد منها. تمام. طب هل نقدر نقول يخففها بالميه ويقدمها للنحل كتغذيه؟ لا. لا ليه؟ لان مشاكلها كتير، سريعه التخمر، تنقل الامراض، تمام، تشجع على السرقه. فبالتالي وقتها ايه؟ وقت العسل ان انا استفيد منه ايه؟ وقت التشتيه. التشتيه تستخدم العسل في عمل عجائن سكريه او عجائن بروتينيه والنحل يستفيد منه، احسن. انما تخففه بالميه وتقدمه للنحل على اساس ان هو بديل للسكر، ما انصحكش. انا اتكلم من واقع التجربه، اللهم بلغت اللهم فاشهد. احنا فقط هدفنا النحال المبتدئ بالخصوص او اللي عنده مصطلحات خاطئه. تمام. اتمنى نركز في ال 12 دقيقه اللي انا تحدثت عليهم دولت. صدقا لو ركزت فيهم مع مرعى حبوب لقاح، عندك القدره لتجيش مراعي النحل تجيش ممتاز اثناء فتره الربيع. نسال الله العظيم رب العرش الكريم يبارك في النحالين جميعا ويبارك في نحل الجميع، اللهم امين يا رب العالمين. مشكورين شكرا جزيلا. تحياتي لجميع الاحباب، اخوكم محمد المصري.